حقق منتخب نيجيريا الفوز على المنتخب الكاميروني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن دور 16 من بطولة إفريقيا 2023. وشهد الشوط الأول ضغط كبير من منتخب نيجيريا في بداية المباراة، ونجح اللاعب سيمي جاي الهدف الأول لنيجيريا، ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل. وفي الدقيقة 36 من عمر المباراة سجل اللاعب لوكمان الهدف الأول لمنتخب نيجيريا بعد تمريره رائعة من أوسيمين. ولم يتغير الوضع كثيرا في الشوط الثاني من عمر المباراة حتى عاد لوكمان ويسجل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 90 من عمر المباراة. وتعرض ستانلي نوابيلي حارس مرمي نيجيريا للإصابة ليخرج من المباراة وينزل بدلا منه الحارس الاحتياطي. بهذا الفوز تأهل منتخب نيجيريا للدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا ليواجه نظيره منتخب أنجولا المقرر لها 2 فبراير المقبل في 7 مساء.